هل دم النبي صلى الله عليه وسلم طاهر؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى له: قل إنما أنا بشر مثلكم. الرسول بشر مثلنا صلى الله عليه وسلم، يعني يبول ويتغوط وخرج منه الدم، لا، ليس بطاهر دمه صلى الله عليه وسلم. طاهر طالما أنه في جسده، فإذا خرج فكغيره صلى الله عليه وسلم، مثل حال البشر صلوات ربي وسلامه عليه في هذا الأمر. يا أيها الخبيث الجاهل اتق الله، اتق الله ربك الذي علمك البيان، الذي علمك كيف تنطق، علمك القرآن وعلمك الحديث. فإذا بلغت ما بلغت، أول ما تتجرأ على رسول الله عليه صلوات ربي: اتق الله. ارجع إلى الأحاديث واقرأ حديث أم سلمة حين كانت تأخذ عرق النبي ليس دمه إذا خرج. أنت تقول دم النبي عليه صلوات ربي طاهر ما بقي في جسده، وإذا خرج فهو ليس بطاهر، حكمه حكم سائر الناس، مثله مثل سائر البشر في هذا الأمر. كذاب في أصل وجهك، أنت ومن علمك هذا الكلام كذاب، أنت ومن أملى عليك هذا الكلام كذابان، أنتم الاثنان، أنت وشيطانك. فاتق الله وارجع إلى ربك واستغفر ربك لعله يغفر لك، ويتوب الله على من تاب. والذين يتوبون ويبينون ويصلحون، ليس مجرد توبة بينك وبين نفسك وتدع ما قلت بين الناس، ارجع بين للناس وأصلح ما أفسدته، واعتذر لله ورسوله، واعتذر للمؤمنين الذين آذيتهم في رسول الله عليه صلوات ربي. واعلم أيها الجاهل أن النبي عليه صلاة الله كان عرقه إذا خرج منه يبقى طيبا طاهرا، ريحه أطيب من ريح المسك والعنبر. حتى بعدما مات عليه صلوات ربي كان إذا سلم على أحد بقيت ريحه في هذا الصحابي حتى بعدما مات النبي عليه صلوات ربي. فكيف بدماء النبي؟ يعني إذا كان عرقه يتطيب به الناس حتى بعد موته، فكيف بدمائه؟ ماذا تظن يا جاهل؟ اتق الله وارجع إلى ربك. والسلام عليكم ورحمة الله.